منهم واحد يعني أحدث ضجة كبيرة جدا وتسبب في كوارث يعني في بداية الثورة، هو باعث القناة مرشح المستقبل رئاسة الجمهورية السيد العربي نصرة، عنده 148 اتصال هاتفي مع كمال الطيف. الشخص هذا أنا لا أريد أن أقول كلام يعني معيب يعني في حوار صحفي، لكن أقدر وأتحمل مسؤولية ما أقوله بأنه تسبب في كوارث للشعب التونسي من خلال القناة التحريضية متاعه، الأخبار الزائفة اللي نشرها عن وأنه الأمن الرئاسي كان يقتل الشعب التونسي. تقصد الأخبار اللي نشرها أيام 15 16 17 يعطيك الصحة، واللي اعترف اللي فيها محضر اعتراف منه وأنه كانت مضللة وأنه كان قصد بها إحداث البلبلة في البلاد، واللي تسبب في موت للمئات من شعبنا. لأن الثورة التونسية ما يحسب لها أنها من 17 إلى 14 جانفي بلغ عدد القتلى يعني تقريبا 68 و 69، لكن بعد الثورة قتل أكثر من 280. في الفترة هذه متاع التحريض اللي الناس الحد فيها على الأمن الرئاسي قاعد يقتل، والأمن قاعد فيارق مش عارف شنو، والتحريض التلفز يعني ماتوا مئات.